السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المونديال في قطر والحج في السعودية. ظهرت بعض الأصوات مؤخرا التي تمدح قطر وتقول أنها تستغل فرصة كأس العالم لتنشر الإسلام. هذه الأصوات نفسها التي تسب السعودية، والله أعلم، لأن مدح قطر يأتي على غرار سب السعودية في أغلب الأحيان. السعودية التي كل عام تنظم الحج وتعتني بالحجيج أفضل عناية في أفضل فنادق وأفضل مخيمات وأفضل طرق وأفضل مكيفات ما إلى ذلك، التي تخسر ملايين الدولارات لأجلهم كل عام، وناهيك عن العمرة التي في كل وقت تعتني بحجاج بيت الله الحرام، وهي مع ذلك تنشر وتدعم الكتب، المصحف الشريف وكتب السنة، وتنشرها وتوزعها عبر بقاع العالم، إضافة إلى أنها تبني المراكز الإسلامية للدعوة وتبني المساجد وتبني إلى آخره. لكن لم نسمع هذه الأصوات تمدح السعودية التي طول عمرها وفي كل وقتها تدعم الإسلام هكذا، ولكن بمجرد أن نشرت قطر لافتة فيها حديث أو اثنان أو إلى غير ذلك، بدأت الأصوات بالمدح تتعالى. وهنا تعلم التناقض عند مجتمعنا وكيف يتعامل